السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا في احسن الاحوال. حلقه جديده من سلسله الزيوت. اليوم ان شاء الله الحلقه ديالنا غادي تكون مع زيت اللافندر او زيت الخزامه. زيت الخزامه اللي هي من الزيوت العطريه اللي كتساعد على التهدئه، كتصلح كذلك حتى للبشره للشعر، الناس اللي عندهم القمل حتى هما كذلك. مهم ان شاء الله خليكم مع الفيديو، راه غادي ندويو على بزاف ديال النوافع ديالها وطريقه استعمال وكيفاش تخدموا بها. كيف ديجا قلت لكم، بالنسبه لهذا الزيت هذا الخزامه كيخرج او كيستخلصوه من نبات الخزامه. هو راه زيت من الزيوت العطريه، لانه كاين الزيوت اللي عطريه وكاين اللي لا. بالنسبه للخزامه من الزيوت العطريه عنده بزاف الفوائد على البشره، على الشعر، على الصحه النفسيه كذلك. كيستخدم لتهدئه البشره، الناس اللي كتهيج لهم البشره من بعد شي ماسك مثلا اللي كيديروا ازاله الشعر، بزاف الحوايج. كذلك علاج لحب الشباب، تقويه الشعر، مكافحه القبل والناس اللي كتعاني من القمل، تحسين النوم، التقليل كذلك من التوتر والستريس، الناس اللي عندهم ستريس. غير هو الناس اللي غادي يبغيو يديروه مثلا مباشره على الجسد ديالهم ولا على الجلد ديالهم، يستحسن انك تخفيه بشي زيت. ديجا ذكرت لكم الزيوت اللي تقدروا تخفوا بها، بحال زيت اللوز ولا زيت الكوكو، زيت زوج الهيد اللي غادي تستعملوا مثلا عاوتاني للوجه. تحاول تيفيتي انه توصلوا لعينيها دائما ديك الدواره اللي كتكون على العين، اللي دايره بالعين من الحجبان لتحت العين فين كاين اللي ساغن، ما توصلش ليها باي زيت باي ماسك. بالنسبه لزيت الخزامه كيتستعمل كمرطب، يمكن ديريه كمرطب للبشره ديالك، كيساعد على الرطوبه ديالها والنعومه، تحسين لون البشره كذلك، كيوحد لك اللون ديال البشره ديالك مع المداومه، وتكون بانتظام، ماشي ديريه مره وتبعدي. يعني اي حاجه كتبغي انتظام والمداومه الا بغيتي تكون نتيجه. كذلك كيساعد في تهدئه البشره، كيقلل من التهابات وتهيج البشره الا كان عندك شي حروق ديال الشمس او الطفح الجلدي. كذلك علاج حب الشباب، كيقتل البكتيريا المسببه لحب الشباب ويقلل الالتهاب. كيف قلت لكم مكافحة علامات الشيخوخة، مضادات الأكسدة الموجودة فيه كتحارب الجذور الحرة التي كتسبب في التجاعيد وكيأخر من الظهور ديالها. بالنسبة لهذا الزيت اللي أنا في يدي، كيف ديما كنشارك معكم الزيت ديال بيوكيس اللي كيكون طبيعي 100% مقطر من زيت الخزامة أو نبتة الخزامة. يعني هذا ما زايدين عليه لا روائح لا نكهات لا حتى شي حاجه، يعني زيت 100% بحال تقولي مقطره على يديك. هذا صالح للشعر والجسم، ما كاينش مشكل فيه. كيساعد كذلك في تخفيف اعراض ديال الكزيما والصدفيه، الناس اللي عندهم الصدفيه، لان خصائص ديالو كتير في مضاد للفطريات والميكروبات. الناس اللي عندهم الامراض الجلديه راه حتى هو مزيان لكم زيت الخزامه. غادي نعطيكم بعض الطرق ديال الاستخدام، مثلا الا كنا غنديرهم على الجسد ديالنا ولا الوجه ديالنا. الا كنتي مثلا بغيتي ديريه للتنظيف ولا الترطيب، ضروري تخفيه بقطرات ديال الزيت بحال اللوز، زيت اللوز ولا زيت ديال جوز الهند. ديجا ذكرت لكم ضروري هذه اللي كنتي مثلا ترطبيه، ما ديريش بوحديته. مثلا بغيتي ديريه لعلاج البقع حتى هو كذلك كدير تخفيه باي حاجه، ولا تقدري هو ديريه كمخفف مثلا مع شي كريم ولا شي حاجه. المهم هو راه بوحديتو راه كافي، خاص غير المداومه في البلايص اللي بغيتي توحدي اللون ديالها. كيتستعمل كذلك كمقشر، تقدري تخلطيه غير هو زيت اللافندر او زيت الخزامه مع زيت الزيتون وشويه ديال السكر، وكتخلطيهم كديري بهم كوماج، كيساعد على التخلص من الخلايا الميته، بحال كما كنديروا داك المقشر ديال القهوه. يمكن لك ديري غير هو بوحديتو مع شويه زيت الزيتون والسكر كيف قلت لكم. هذا راه مقشر زويون.
بالنسبة للفوائد ديالو على الشعر، راه كاين فوائد كثيرة، منها تحفيز النمو ديال الشعر، كيساعد العدد البصيلات الشعر ويحفز النمو ديالها، كيساعد في علاج الثعلبة البقعية. الناس اللي كتعاني من الثعلبة مزيان ليكم هاد الزيت هذا. كذلك تقليل من التساقط، الناس اللي كيعانوا من تساقط الشعر، كيعزز الدورة الدموية في فروة الرأس، كيقوي البصيلات. تقدروا غير تديروا تستعملوا بوحديتو ولا تخلطوه مع زيت اخر بحال زيت الزعتر او زيت الارز، حتى هو راه مزيان. بالنسبه للمكافحه ديال القشره ولا القمل، راه حتى هو مزيان. كيستعمل كمطهر المضاد للبكتيريا والفطريات، كيساعد في العلاج ديال القشره وحتى القمل او الصيبان كي كنقولوا حنا البيض ديالو. كذلك كيساعد في الصحه ديال الفروه ديال الراس، كيهدأ الفروات خصوصا اللي كتكون جافه فيها الحكه، ومن الالتهابات اللي كيكون في الجلده ديال الشعر ديالنا. كيعطي للشعر واحد التغذيه، واحد النعومه. الناس اللي الشعر ديالهم خاشن كيغذي الشعر وكيعطي واحد النعومه وقوه، وكيعطي واحد البغيونس. تقدري ديري يا اما مع البلسم ولا مع الشامبوان ديالك، كتزيدي واحد القطره كتخدمي به، ولا تقدري تخدميه كمدلك لفروه الراس. كديري شويه مع زيت الزيتون ولا زيت الهند، زوج الهند ولا زيت اللوز، كتخلطيهم شويه وكتدلكي بهم فروه الراس ديالك، وكتخليه شويه واحد المده ديال 20 دقيقه ربع ساعه، ومن بعد كتغسليه. من بين الفوائد الكثيرة ديال زيت الخزامة، كاين فوائد أخرى للمفاصل. الناس اللي عندهم مشاكل ديال ألم المفاصل، راه كيساعد على تسكين الألم ديال المفاصل، التخفيف ديالها والعضلات. خاصك غير تدلكي ديك البلاصه اللي انتي كتعاني من الالم ديالها، يا اما بالزيت كيف قلت لكم ديما كتخفيه الزيت، ما كتستعمليهش بوحديتو. مضاد للالام، كيقلل من الالتهابات والتورم اللي كتكون عندك مع الالتهاب ديال المفاصل. الناس اللي عندهم استرخاء ديال العضلات، تحسين الدوره الدمويه حتى هي، كيعزز تدفق الدم الى المنطقه المصابه. من بين كذلك تهدئه، هو راه مهدئ لانه كيف قلت لكم في الاول، راه هو من الزيوت العطريه، كتساعد الرائحه ديالو على الاسترخاء والتوتر وكذلك القلق. الناس اللي كتكون عندهم امراض مزمنه كيكونوا شويه مستريسين ديما، كيقلل هذا من التوتر والقلق ديالهم. واش كيصلح زيت الخزامه الناس اللي عندهم الروماتيزم؟ الناس اللي عندهم الروماتيزم، هاد الزيت الخزامه راه كيحتوي على مركبات فعاله اللي عندها الخصائص مضادة للالتهاب، وكيجدد الخلايا المسكنة للآلام. يعني هو وفقا للدراسات اللي ديجا داروا عليه، يكفي ان تدليك به في البلاصه اللي مصاب بها الانسان اللي عنده الالام فيها، راه كيخفف هو من الالم والاعياء، خصوصا الناس اللي كيكون عندهم واحد الالتهاب في المفاصل ديالهم بسبب الروماتيزم. بالنسبه لهذا راه صالح لهم. يعني هادو زيت الشيح او زيت اكليل الجبل اللي ما كيعرفوش ديجا تكلمت عليه، وعندكم زيت يزير هو اكليل الجبل، وعندكم زيت ديال الخزامه. هادو من الزيوت اللي خاص يكون الناس اللي عندهم مفاصل، الم المفاصل والروماتيزم، هادو صالحين لهاد الالم هذا. وصلنا البنات للنهايه ديال الحلقه ديالنا ديال اليوم. كنتمنى ان شاء الله تكونوا استفدتوا معايا، وخليوا لي التعليق ديالكم على الحلقه كيف جاتكم، وشنو بغيتوا في الحلقه الجايه يكون من نزيد نتكلموا عليه. اللي مازال ما دار الاشتراك يدير الاشتراك وتفعل الجرس باش تبقاش توصلك دائما الجديد ديالنا. ومرحبا بكم، تلاقاو في حلقه جديده، في امان الله.